في بعض المعلومات الخاطئة اللي الناس قاعد ياخذونها بخصوص الشيك اللي هو نخص بذكرنا اليوم الشيك بدون رصيد. يعني أنا مثال عشان تتوضح الصورة للمشاهد، أنا الحين مثلا أعطيتك شيك، راح تقرأ تاريخ الشيك مثلا إنه يحق لك إنك تصرفه بعد 3 شهور، ولما حان موعد الصرف رحت البنك تبي تصرف الشيك، لكن اختموا عليه وقالوا لك إن هذا الحساب ما في رصيد. هني ركز على هذه المعلومة عدل، عندك مهلة 4 شهور فقط عشان تقدر تقدم ضدي شكوى جزائية بأن أنا أعطيتك شيك بدون رصيد. إنزين، إذا عدت ال4 شهور هذه، إذا عدت ال4 شهور راح تسقط الشكوى الجزائية. يعني اللي عطاك شيك بدون رصيد ما راح ينسجن، لكن لو مقدم أنت الشكوى خلال ال4 شهور راح يصدر حكم بالحبس ضد الشخص اللي عطاك الشيك بدون رصيد. لكن إذا تعدت ال4 شهور راح تسقط الدعوة الجزائية أو الشكوى الجزائية، وراح تصير دعوة مدنية عادي، حالها حال أي دعوة مدنية، طالب ومطلوب. وخصوصا بعد ما تم إلغاء موضوع الضبط والإحضار من على المدينين، راح يكون من الصعب جدا أنك تنفذ على هذا الشخص وتاخذ أموالك منه، وبالأخص إذا ما كان في عقارات باسمه، ما عنده أموال عند الغير أو مستحقات عند الغير، أو ما عنده مركبات مسجلها باسمه. هنا راح تشوف في صعوبة بتنفيذ هذا الحكم.